السلام عليكم. عارفين لما تكونوا عايزين تعملوا صنف حلو وما عندكوش مكونات في البيت، يبقى لازم تجربوا وصفة النهاردة. وصفة النهاردة من اجمل والذ الكيكات اللي انت ممكن تعمليها. اقتصادية جدا، بدون لبن، بدون بيض، بدون شوكولاتة، وكمان بدون فرن. والحقيقة ان نتيجتها رهيبة، هشة قوي، طرية، طعمها يتجنن. متأكدة ان هي هتعجبكم. نبدأ ونسمي الله ونشوف احنا عملناها ازاي. بس يا ريت ندعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة. اول حاجة هنزود 150 جرام من المية الدافية، ما يعادل كوباية ونص. وحجم الكوباية ده قد حجم كوباية العصير او مج الشاي. فعايري بأي حاجة انت عايزاها، بس اهم حاجة يكون المعيار بتاعك كوباية واحدة. لو هتعايري بالكوبايات ولو بالميزان، هسيبلك المقادير تحت في صندوق الوصف بالجرامات وبالكوبايات. وزودت كمان 150 جرام من السكر، ما يعادل كوباية. وهقلب السكر كويس مع المية لغاية ما يدوب. وهزود كمان 100 جرام من الزيت، ما يعادل كوباية الا ربع. وممكن نقلل كمية الزيت شوية نخليها نص كوباية. وهضيف كمان معلقة كبيرة من الخل 7 جرام. وهزود كمان باكت من الفانيليا، حتى لو ما كناش حاطين بيض هيديها ريحة كويسة قوي. ونرجع نقلب المكونات كويس جدا مع بعض. وكده احنا جهزنا المواد السائلة. نشوف بقى المواد الجافة. هزود 240 جرام من الدقيق، ما يعادل كوبايتين اتنين. ويفضل ان الدقيق يتنخل مرتين علشان ندخل هوا في الكيكة. انا نخلته مرة وهنخله كمان مرة مع بقية المكونات. هزود عليه باكت من البيكنج باودر. واضيف كمان 15 جرام من الكاكاو الخام، ما يعادل معلقة ونص كبار. ونستخدم كاكاو كويس علشان يدينا طعم حلو. انا مستخدمة الكاكاو الاسباني. هضيف رشة ملح صغيرة وننخلهم كويس. وبعدين نخلط المكونات كويس مع بعض. ولو حسيتي ان الخليط تقيل معاكي شوية، هتزودي معلقة او اتنين من المية. والعكس لو حسيتي ان الخليط اخف، هتزودي معلقة او اتنين من الدقيق. ده بيرجع لنوع الدقيق اللي انت مستخدماه. اهم حاجة نوصل للخليط اللي انت شايفاه ده. كده الخليط مظبوط جدا. ونكون محضرين طاسة مقاس 26 مدهونة كويس بالسمنة. وننزل فيها خليط الكيكة. وينفع تعمليها في صينية او في حلة. وبعدين بناخد الكيكة وبنشغل عليها البوتاجاز على نار تكون هادية. بس بنغطيها بأي غطا حلة وبنسيب الكيكة على نار تكون هادية لمدة نص ساعة تستوي كويس. وبعد مرور نص ساعة بنفتح عليها وبنختبر الكيكة بعود خلة. لو الخلة طلعت معانا نضيفة بنطفي عليها النار. لكن لو طلع عليها خليط من الكيكة، بنغطيها وبنسيبها لمدة 5 دقايق تكمل تسويتها. شايفين شكل الكيكة مستوية كويس وقد ايه هشة وطرية. هنشيلها بقى من على النار ونقلبها على طبق تاني ونسيبها تبرد شوية. وشايفين الظهر بتاعها باين عليها هي قد ايه هشة وطرية. وريحتها اثناء التسوية كانت طالعة تجنن. هنركنها على جنب شوية. وهنحضر اجمل والذ صوص بسيط جدا. حضرت شفشق الخلاط وهضيف فيه نص كوباية من السكر، نص كوباية من اللبن، باكت من الفانيليا، معلقة كبيرة من الكاكاو. وهنضربهم في الخلاط لمدة دقيقة علشان السكر يدوب. وبعد كده هنزودهم نص كوباية من الزيت تدريجيا لغاية ما الصوص يتقل معانا. ونضربهم لمدة دقيقتين علشان الصوص يتقل معانا. وانا مستخدمة كاكاو خام. ولو هتستخدمي كاكاو حلو يبقى هتضيفي معلقتين اتنين علشان الصوص يطلع معاكي تقيل وطعمه كويس. شايفين بقى قوام الصوص بعد ما ضربته قد ايه تقيل واللمعة بتاعته حلوة قوي. هنفرده على الكيكة وهي دافية. وكمان الصوص ده ينفع نستخدمه لأي تزيين تورت او جاتوهات وهيطلع معاكم حلو قوي. وهزينها بشوية من السوداني المطحون. التزيين ده حسب رغبتك وحسب المتوفر عندك. وكمان معايا 3 حبايات من بسكوت الاوريو كسرتهم وهحطهم في النص كده علشان يدونا شكل كويس. شايفين بقى هي قد ايه شكلها تحفة، ومش الشكل بس اللي حلو، الطعم كمان متأكدة ان هو هيعجبكم. نقطع كده منها ونشوف الشكل من جوه عامل ازاي. وانا بقطع الكيكة باين عليها هي قد ايه طرية وهشة. وما شاء الله عليها ارتفاعها حلو قوي. ينفع على فكرة نقسمها لاتنين ونزينها ونحولها لتورتة وهتطلع معاكم حلوة جدا.
وباين عليها هي قد ايه هشة وطرية وخفيفة من جوه. الوصفة دي بجد حلوة قوي، لازم تجربوها، متأكدة ان هي هتعجبكم، وخاصة لعشاق الشوكولاتة هينبسطوا منها. وبس كده يكون فيديو النهاردة خلص. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم واستفدتوا منه، وياريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة.